مرحبا. قوى الاحتكاك. عملي علم السكون. مثال رقم 1: يستند جدار بيتوني أبعاده 1 × 1 × 3 متر إلى سطح أفقي خشن، معامل الاحتكاك 0.3 قيمته، والمبين بالشكل 1. هاي هو الشكل 1. تؤثر عليه قوة دفع أفقية ب تبعد بمقدار H عن سطح الاستناد، والمطلوب تعيين ما يلي. أولا شدة القوة B التي تستطيع تحريك الجدار. 2 الذراع H بحيث لا ينقلب الجدار حول النقطة A هياته الحافة اليمنى السفلية. إذا معي جدار بيتوني، هاي مقطعه مبين بالشكل 1. هاي في قوة دفع بي، هي طبعا عرض الجدار متر وطوله متر، وخلينا نقول ارتفاعه 3 متر. القوة تبعد ذراعها يعني اتش بالنسبة للاستناد، والمطلوب منا انه نحسب قيمة القوة بي اللي بتحرك الجدار هذا، بحيث انه ما ينقلب هذا الجدار حول النقطة اي هون، حول الحافة السفلى اليمينية. رسمنا مخطط حر لهذا الجدار. الحل طبعا رسمنا مخطط حر لهذا الجدار، طبعا نزعنا المساند وعوضنا عند نقطة الاستناد A قوة احتكاك أفقية وقوة ناظمية، مركبة ناظمية لرد الفعل. طبعا هون في احتكاك لأنه السطح خشن، وفي عندي الوزن الذاتي، هاي هو W رمزت له، وعندي قوة الدفع الأفقية B. طبعا الوزن النوعي للبيتون معروف اللي هو 25 كيلو نيوتن. حسبت الوزن النوعي وحسبت وزن الجدار، حسبت وزن الجدار اللي هو جمع بفي بحجم الجدار، طلع معي 75 كيلو نيوتن. عندنا قوة الاحتكاك معروفة اللي هي معامل الاحتكاك مضروب بالمركبة الناظمية لرد الفعل، يعني ميو بN، والميو اعتمدناها 0.3. هلا بالإسقاط على طبعا المحاور، هاي عندي محور إكس ومحور واي، هاي اتجاهاتن. بالإسقاط على المحور إكس مجموع المساقط يساوي 0. عندي هون قوة بي أفقية، وعندي هون قوة اف أفقية ولكن تعاكسها. إذا بالإسقاط بي ناقص اف يساوي 0، وبالتالي بي تساوي الاف. بالاسقاط على المحور واي، هاي اسقطت على المحور واي، هاي الان لفوق موجب، وهاي الدبل في الوزن الذاتي لتحت سالب. اذا ان ناقص دبل في يساوي 0، هذا يعطي ان تساوي دبل في وتساوي 75 كيلو نيوتن. هياتها هون 75 كيلو نيوتن. طبعا عوضت هذه المعادلة في المعادلة رقم 1، ها هي، ومن ثم في المعادلة رقم 2 طلع معي قوة الدفع. طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار معامل الاحتكاك، طلع معي قوة الدفع بي تساوي قوة الاحتكاك وتساوي 22.5 كيلو نيوتن. لإيجاد ذراع القوة هذا الاتش، البعد ما بين حامل القوة بي وما بين خلينا نقول المستوى الأفقي تبع مستوى الاستناد، من شرط العزم حول A. أخذنا شرط العزم حول A، هاي هو مجموع العزوم حول A يساوي 0. طبعا معي أنا هون الوزن الذاتي يبعد عن A نص متر فوق، هاي أنا مبينها فوق نصف متر، وبالتالي هي بتدور عكس عقارب الساعة، إذا عزمها موجب، والبي هون بتدور مع عقارب الساعة عزمها سالب، وذراعها ناقص طبعا اتش، هاي هو ناقص اتش ضرب بي، هاي العزم القوة الأفقية. من هذه المعادلة طلع معي الاتش تساوي طبعا حل رياضي، نقلت الناقص اتش ضرب بي الى الطرف الايمن، وقسمت يعني معادله من الدرجه الاولى سهله، وعوضت طلع معي الذراع يساوي 1.66 متر. اشكر حسن استماعكم وشكرا.